السلام عليكم، معكم قناة وصفات أم فدوى. تحياتي للجميع. وصفتنا اليوم الحلوى المعسلة المحبوبة عند الجزائريين اللي هي القريوش. راح نحضروا مع بعض قريوش تاع زمان بدون آلة، بطريقة تشكيل سهلة وبسيطة ومفهومة للمبتدئات. طريقة اللي كنا نخبلوا بها القريوش زمان، لأنه راه كاين الآن أشكال وأنواع تاع القريوش. دونك حنا راح نديرو تاع بكري ويجي مقرمش ومعسل ويدوم مدة طويلة وهو مقرمش. ان شاء الله الكيفيه تاع اليوم تنال اعجابكم. قبل ما نبدا نذكركم بجمله لا فيديو قبل المشاهده، من فضلكم خلوا لي تعليق مشجع باش نواصل معكم في منصه اليوتيوب، وبارطاجوا الكيفيه بين احبابكم وناسكم، ومشاهده طيبه للجميع. اول حاجه نوجدوا العجينه باش نخلوها ترتاح. كما تعرفوا العجينه تاع البقلاوه ولا الكريوش لازم تبقى ترتاح، هكذا نقدروا نخدموا بها، خاصه كي رايحين نخدموا بدون آلة. دونك تجيبوا هنا جفنه ولا اي حاجه عريضه، اناء يكون غامق وعريض كيما هذا، نحطوا فيه 4 كيسان. هذا الكاس اللي يرفد 220 مليلتر تاع الفارينه. انا ديجا الفارينه راني مغربلتها من قبل. هنا راح نديروا غير كميه كبيره، قيس زلافه فقط ولا طبس يكون كبير. نتوما اذا حبيتوا كميه كبيره ما عليكم غير ضعفوا المقادير، يعني ديروا 8 كيسان ولا اكثر. بعد ما درت 4 كيسان تاع الفارينه نزيد لهم رشه مليحه تاع الملح وملعقه صغيره تاع لافاني، وندير لهم الباكي تاع خميره الحلوى. ديجا راني درت معاكم القريوش تاع التلمسان اللي نديروه بالخميره تاع الدار. راكم رايحين تلقاو الوصفه هنا في هذا البطاقه، ولا تلقاوها في اخر الفيديو ان شاء الله في بطاقه اخرى تضغطوا عليها تديكم مباشره للوصفه. بعد ما خلطت النواشف نجيبو هنا نص كاس تاع السمن او مارغرين او زبده دائبه وبارده، لازم تكون بارده، يعني تذوبوها في الميكرووند ولا في النار وتخلوها تبرد شويه، ومن بعد تضيفوها. تبداو هكذا تحكوا بيديكم وتقرصوا هذيك الفرينه باش تدخلوا ليدام الداخل. كيما راكم تشوفوا تحصلوا على جونغ اون بات صابلي، يعني كيما نديروا لا بات صابلي ولا لا بات بريزي، يعني تولي كيما الرمل في يديكم. هنا رايحين نحبسوا الخلط. شوفوا هنا القوام اللي نتحصلوا عليه في الاول، هذه ضروري انكم تفوتوا عليها باش ينجح معكم القريوش. اذا حبيتوه مقرمش ديروا نص كاس، اذا حبيتوه شويه طري، يعني انا درته مقرمش باش يبقى لي مده طويله، ديروا كاس الا ربع من السمن ولا الزبده. جبت انا حبه البيض، حبه البيض تكون متوسطه الحجم، نديروا لها تقريبا ملعقتين تاع الخل الابيض، ما يكونش بذوق الثوم طبعا، يكون بذوق الليمون. ودرت لها ملعقتين تقريبا تاع ماء الزهر وشويه تاع الماء، هكذا نضربها كيما راكم تشوفوا. ونبدا نلم في العجينه تاعي. اول حاجه ندير هذا الخليط تاع البيض وما زهر والخل وشويه تاع الماء، ومن بعد راح نكمل بالماء، يعني نلم العجينه تاعي عادي كيما مولفين نلمو عجينه البقلاوه. كيما راكم تلاحظوا الرون العجينه تاعي هنا، اذا شفتوا ما تماسكت لكمش طبعا تبداو تضيفوا ترشوا بشويه تاع الماء، يعني ما لازمش تجروها وما لازمش تخلوها يابسه بزاف. وهنا جبت نص كاس تاع الماء ونشوف. طبعا ناخذ بعين الاعتبار الحجم تاع حبه البيض، اذا كنتوا درتوا حبه بيض صغيره طبعا كميه الماء راح تزيد، اذا درتوا حبه بيض تكون كبيره كميه الماء راح تنقص. وثاني ناخذ بعين الاعتبار نوعيه الفرينه الا تشرب ولا ما تشربش. دونك تبداو تلموا بشويه حتى تتلمى معكم العجينه كيما راكم تشوفوا. انا هنا استعملت نص كاس، يعني جاتني نص كاس زيادة على هذيك الحبة تاع البيض، شوية تاع الماء، شوية ما زهر وشوية تاع الخل، طبعا السوائل اللي كنا درناهم في الاول. درت نص كاس في الاخير وتلمت لي العجينة كيما راكم تشوفوا، تكون كيما عجينة البقلاوة. شوفوا هنا غير هكذا بصباعي كيما راكم تلاحظوا، ما نعجنهاش، ولا كنتو درتو بيتخان تقدروا تاني تلموها بالبيتخان، ولكن غير هكذا باليد نلموها. نتحصلوا على هاد العجينة، نكوروها ونخلوها ترتاح. خلوها هكذاك واحد الساعة، من نص ساعة حتى ساعة، خلوها ترتاح مليح، ومن بعد تبداو في تشكيل القريوش. خليت انا العجينة تاعي ارتاحت ساعة كاملة، ومن بعد تتحصلوا على هذا القوام، يعني كل ما ترتاح العجينة كل ما راح تساعدكم في الخدمة. شوفوا القوام تاعها يولي ولا اروع. هنا واش نديرو، نشكلوا كرات يكونوا هكذا صغار بهذا الحجم باش نقدروا نخدموا بهم، ونقدروا نورقوا القريوش تاعنا ونديروهم في ان ساك دو كونجيلاسيون ولا في صينيه، ولا
ونغطوهم بالبلاستيك، نزيدو نغطوهم بسربيته، ومن بعد نجيبو الكره الاولى اللي كنا شكلناها، نجيبو الحلال تاعنا نرشو شويه تاع الفرينه، حاجه قليله ماشي بزاف، ونبداو نورقو كيما نديرو مع العجينه المورقه، يعني نورقوها غير 2 مرات ولا ماشي بزاف. نفتحوا العجينه بهذا الشكل، من بعد نلوها للوسط هكذا، ونزيدو الطرف الثاني هكذا فوقها، ونزيدو نلموها. تحبوا ديروا شويه تاع المايزينا ولكن ما تكتروش، راح ثاني تورق لكم وتساعدكم في التوريق، ولكن انا ما نديرش، ندير هكذا كيما مولفه يعني بكري منذ زمن نديرو، ما نديروش هاد المايزينايتو، نديرو غير هكذا بهاد الطريقه. تعاودوا تحلوها للمره الثانيه، تعاودوا تطووها ثاني كيما راكم تشوفوا، تجيبوها للوسط، تجيبوا الطرف الثاني وتعاودوا تحلوا العجينه. يعني درت هاد العمليه درتها غير 2 مرات، تقدروا ديروا حتى ل3 مرات معليش. من بعد نحل العجينه تاعي، ما تكون رقيقه بزاف ما تكون خشينه بزاف. اذا حبيتوه مقرمش بزياده دونك ديروه نوعا ما رقيق كيما تاعي هكذا. اذا حبيتوه يجي شويه ملحم وشويه خشين دونك تخشنوا العجينه تاعكم. انا فتحت العجينه كيما راكم تشوفوا، ما تكونش فريمون ترونسبارونت. اذا كنتو حليتوها يعني بالماشينه راكم رايحين تحلوها في الرقم 2، تحلوها في الرقم 1 وتزيدوا تحلوها في الرقم 2 فقط. بعد ما نتحصلوا على هذه الشرائط، يعني نحلوا كامل العجينات بهذه الطريقه الى شرائط الى مستطيلات، وكيف كيف نغطوهم بالبلاستيك وبسربيته ونخلوهم يرتاحوا. ومن بعد نجيب الشريط الاول، نزيد نعاود نفتحه بهذه الطريقه، يعني نشكل منه مستطيل كما راكم تشوفوا. ونجيب لاغولات تاعي، اول حاجه نحي الاطراف، وهذيك العجينه اللي نحيها تاع الاطراف طبعا نلمها ونديرها في ساشي ونخليها هكذا باش ما تيبسليش، اني راح نعاود نشكل بها قريوش واحد اخر، حتى حاجه ما نضيعوها من هذه العجينه. فوالا نحو هذوك الاطراف كما قلت لكم، نخبوهم في بلاستيك. وركزوا مليح معايا، هنا راح نعطيكم طريقه تشكيل جد بسيطه وسهله. شوفوا هنا ديروا 5 خطوط، 1 2 3 4 5. بعد ما تكملوا الخامسه كما راكم تشوفوا تقطعوا هذاك الشريط. فوالا تزيدوا الجهه الثانيه 1 2 3 4 5 وتقطعوا هنا ميم با 1 سنتيمتر، يعني اقل من سنتيم بين الخط وخوه، يعني ما تخلوش بزاف باش هكذاك يجيكم الكريوش تاعكم نوعا ما رقيق. شوفوا شحال نخلو بيناتهم. هذوك الخمسه واش ديروا تطووا هنا العجينه تاعكم اون دو، يعني تطوها على 2. راكم رايحين تتحصلوا على 2 خطوط 2 خطوط 2 خطوط، يعني 2 شرائط متلاصقين، 2 واحد اخرين وزوج كيما راكم تشوفوا في الطرف، يعني تقسموها هكذا الى فتحتين تولي عندها فتحتين. تجيبوا هذاك الشريط اللي راهو في الاخير دوك تشوفوا معايا، فوالا تفتحوا مليح الكريوش تاعكم، تجيبوا هذاك الشريط تدخلوه في الوسط، تحطوا الحبه تاع الكريوش تاعكم، تجبدوه وتفتحوا هادوك الشريطين بهذا الشكل وتخبلوه، تتحصلوا على هذا. هو هادوك الشرائط اللي كنا درناهم راح تتورق كي نروحوا نقلوا الكريوش تاعنا. نعاود معكم هنا حبه، شوفوا نطوها على 2، نتحصلوا على 3 فيهم زوج 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 كما راكم تشوفوا. ومن بعد تجيبوا هذاك الجزء اللي راه جاي على اليمين تاعكم اللي فيه 2 شرائط، تفتحوا مليح وتدخلوه في الوسط هنا باش تساعدكم تحطوا الحبات تاع الكريوش فوق سطح العمل. تجبدوا هذوك الشريطين وتفتحوهم بهذه الكيفيه، راح يتخبل معكم الكريوش، تتحصلوا على هذا. حطوا الكريوش تاعكم في صينيه تكونوا رشيتوا عليها غير شويه تاع الفرينه، وزيدوا غطوه بالبلاستيك وغطوه بسربيته وكملوا كامل الكريوش تاعكم، يعني كملوا التشكيل ومن بعد نبداو في القليان هكذا باش يزيد يرتاح تاني ويتورق معكم. شوفوا هنا عاودت معكم وحده باش تفهموا ما كاش كامل التعقيدات، حاجه سهله ماهله ويخرج لكم الكريوش تاعكم ولا اروع. فوالا تفتحوا هذوك الشريطين وكي تقلوا الكريوش طبعا راح يطلعوا، يعني راح يتنفخوا الشرائط الاخرى. هنا سخنا الزيت، لازم ضروري سخنوه بيان كوم يلفو، نسخنوه مليح مليح ونسيو نديروا هكذا كره عجينه لداخل. الا شفتوا هذيك الكره تاع العجينه طلعت معكم دونك الزيت راهو سخون، وهنا كي تحطوا الحبه تاع الكريوش الزيت يكون سخون مليح راح تطلع لكم، يعني كلكو سكوند او لبعض الثواني راكم رايحين تلاحظوا انه الحبه تاع الكريوش راح تطلع. تاني حاجه ملاحظه تاني، ديروا من الاحسن ماشي مقلاة، ديروا هكذا كاسرونه، المهم حاجه تكون غامقه
ولا ديروا المقلاة تكون معمرة ويكون فيها هذيك الشبيكة هكذا باش تساعدكم. يعني ما لازمش تكون الزيت قليلة، لازم يكون هذاك الكريوش غامق او غارق في هذاك الزيت. بعد ما طيبوه من الجهة الأولى، يعني تكون هنا الزيت أو النار عفوا تكون كانت شوية قوية، ولكن كي تحطوا الحبات تاع الكريوش نقصوا غير شوية، ماشي هادئة وماشي يعني بين المتوسطة وزايدة، هكذا باش الكريوش تاعكم يتحمر لكم مليح وما يبقى لكمش خضر من الداخل. الوغ طيبوه من الجهة الأولى، بعدها تقلبوه من الجهة الثانية تاني حمروه مليح باش يجيكم الكريوش تاعكم بنين. وتزيدوا بنفس الطريقة طيبوا الكريوش تاعكم. كيما راكم تلاحظوا انا كي نرمي الحبه تاع الكريوش راح تتنفخ وراح تتورق، يعني هذوك الشرائط راح يتورقوا كيما راكم تشوفوا، وتكبر نوعا ما الحبه تاع الكريوش. وكيما راكم تلاحظوا الكريوش تاعنا يتنفخ كي نحطوه كي نرموه في الزيت سخونه راح يتنفخ ويتنبل. شوفوا يدير هذوك النبابل الصغار. هنا الكريوش انا تاعي راني درتو نوعا ما رقيق باش يجيني مقرمش بزياده، وانتم كيما حبيتوا يعني على حساب الرغبه تاعكم. شوفوا كيفاش يتنبل ويتورق من الداخل، يعني يجيكم كريوش ولا اروع. وهذا هو الكريوش تاع الزمان اللي كنا يعني نديروه بطريقه جد بسيطه ويجينا بزاف هايل، وكان تاني يتباع في المحلات. والان راهم يعني راه الكريوش على الانواع. نروحوا الان للتحسال تاع الكريوش. بعد ما تصفوه الكريوش، يعني بعد ما طيبوه مليح وتصفوه وتقطروه، هنا جيبوا العسل تاعكم. العسل يكون نوعا ما جامد، ولكن نتوما نوعا ما دفوه باش هكذا كي ينطلق لكم ما يبقاش جامد ويكسر لكم الحبات تاع الكريوش، هكذا باش نكونوا متفاهمين، باش كي تحطوا الحبات تاع الكريوش تتعسل لكم عادي. دونك واش ديروا بعد ما تقطروه تخلوه على جهه، تروحوا تجيبوا العسل تاعكم تدفوه شويه في الميكرووند ولا فوق النار غير شويه قيس ما ينطلق لكم، ومن بعد تبداو تعسلوا من الجهتين. تخلوا الكريوش تاعكم هكذاك واحد 15 ثانيه ولا لداخل، تبداو تقلبوا فيه من الجهتين، وبعدها تصفوه او تقطروه ومباشره ديروا له الجلجلان قبل ما ينشف، لانه يشرب شويه العسل. دونك قبل ما ينشف ديروا له شويه تاع الجلجلان، ترموا عليه الجلجلان هكذا من الفوق. طبعا الجلجلان راهو محمص، نزيدو نرمو حبات واحد اخرين تاع الكريوش باش نعسلوهم نخلو هادوك يقطروا. ولكن قبل ما تحطوهم ما تحطوهمش فوق الاخرين، لازم ضروري انكم تجيبوا حاجه عريضه سنيوه ولا تحطوا فيهم هادوك الكريوش، هذاك الكريوش عفوا اللي كنا عسلناه، تخلوه على جهه وتزيدوا تقطروا هادو وديروا لهم الجلجلان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه النقطه، لانه العسل كي يبرد راح يلصق لكم الحبه مع الحبه، وكي تجوا تنحوها من فوق اختها راهي رايحه تتكسر لكم ويعني تتنحى لها هذيك القشره. دونك فركتوه بهذه الطريقه حتى يبرد مليح وينشف هذاك العسل ويشد روحه. من بعد تقدروا تحطوا الكريوش تاعكم في صحن التقديم ولا تلموه دون زون بواط، ولا من الاحسن ديروه في قدره تاع الحديد ولا تكون هكذا تاع الطين، ولا تلموا الكريوش تاعكم باش تشد لكم مده طويله، لانه كل ما ديروه في لي بواطون بلاستيك راح يدبل لكم وما يشد لكمش مده. نكمل انا التحسال كيما راكم تشوفوا، ومن بعد راح نوري لكم الكريوش تاعنا في صحن التقديم. نذكركم فقط اللي مازال ما دارتش لايك لا فيديو ماذا بكم تحطوها لي الان باش تطلع لنا الوصفه في محرك البحث. واللي دخلت صدفه للقناه وما اشتركت فيها، ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. وهذا هو الكريوش تاعنا كيما راكم تشوفوا فيه امامكم كيفاش يجي هكذا معلق، يجي مورق، يجي كروستيون او مقرمش ويشدكم كيما قلت لكم مده طويله وهو مقرمش ولا اروع. يجي بزاف بنين. طريقه التشكيل كيما شفتوا معايا جد بسيطه، حتى المبتدئات يقدروا يديروه بدون آلة، يعني اللي ما عندهمش الآلة يقدروا يحضروا الكريوش فاسيلمون وبكل سهولة. ان شاء الله الكيفية تاع اليوم راهي عجبتكم، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم، نلا لقاء ان شاء الله في وصفة جديدة، مع السلامة.